طيب صباح الفل. النهارده اجازتي، طلعت جبت كافي وقلت ايه ادردش معاكم شويه. يا جماعه والله انا عمري ما طلبت لا لايك ولا شير ولا قلت لكم اعملوا الحاجات اللي الناس بتقولها دي، بس فعلا انا بجد نفسي الفيديو ده يوصل للمعنيين، يعني يوصل للناس اللي انا اقصدهم، فارجو ان انتوا تعملوا له شير علشان خاطر يوصل لهم. انا وبقلب على الفيسبوك لقيت صور كتير لاطفال يعني قطعوا القلب، عيال مرميه في الشارع كتير، اهاليهم رمياهم. مش عارفه ده المفروض ان الاهالي دي تتعاقب وان الاطفال دي تلاقي ملجأ او تلاقي مكان يلمها من الشارع، لان هم يعني ممكن اي حد ياخدهم يعمل فيهم اي حاجه، حتى ان شاء الله يبيع اعضائهم. الحكومه مش هتعمل كل حاجه لوحدها، واكيد في اماكن زي مؤسسه انقاذ الانسان والملاجئ والحاجات دي، بس الاطفال بجد الاطفال اللي مرميه في الشارع اكتر، ونفسي زي ما مثلا الحكومه لو مش هتقدر على كل ده لوحدها، في ناس تقدر تساعد، زي بتوع الجونه مثلا، او اللي بيجيب عربيه تفاخر بيها، يقول انا شوف جبت لمراتي في عيد ميلادي وفي عيد ميلادها، من غير ما يراعي لمشاعر الناس اللي مش لاقيه تاكل. عارفين ليه يا جماعه احنا ما بيعجبناش بتوع الجونه وبيلاقوا تعليقات سلبيه على مناسباتهم وحفلاتهم وعلى هداياهم اللي بيستعرضوا بيها قدام العالم على الفيسبوك؟ لانهم تحسوا انهم مش شبهنا، مش زينا، يعني مش واصلين للشعب المصري، زي ما يكونوا هم في عالم والناس التانية في عالم، مش حاسين ان في ناس بتاكل من الزبالة. حتى لو انتوا بتعملوا خير، احنا عايزين نشوف حاجة ظاهرة للناس عشان كله يقلدكم. يعني لما الاقي ملجأ او الدار المسنين دي اتعملت باسم الفنان الفلاني او المخرج الفلاني، يعني هيقلدوكم، هتساعدوا حتى الحكومة في ده. طب يا جماعة انا عايزة بس اعرض لكم شوية نماذج لاطفال بجد حاجه تقطع القلب. يعني انا عارفه انا لما كنت بنزل مصر وكنت بشوف حاله زي كده، يعلم الله كان الواحد بيساعد على قد استطاعته، لكن هو الواحد او شخص مش كفايه. بس انا بدعو كل الناس، انا بقول لو حضرتك شفت حد طفل في الشارع، ارجوك ما تمرش عليه مرور الكرام، ساعده، اتصل له بمؤسسه انقاذ الانسان، اتصل له باي ملجأ، اي حاجه، المهم ما يقعدش في الشارع. يعني بصوا الطفل اللي انا هوريه لكم دوت يا حبيبي، ده نايم على بير سلم، بيفوقوه، بيقوموه، يا حبيبي قوم، انت اسمك ايه، جاي منين؟ مش عارف يتكلم. انا عندي 3 سنين، عندي 4 سنين، وفي الاخر اللي لقيته ديت واحده ست لقيته، فالمهم مش عارفه جابت له هدوم وخلته عند حد يعني لغايه اما يشوفوا اهله. وبعد كده اتضح ان هو قال ان اهله راميينه. يعني شفتوا البجاحه، اهله راميينه. يعني انتوا المفروض قانون الطفوله ده لو اتفعل نص قانون الطفوله ده، بجد هنبقى في حته تانية خالص. لو الاهالي اللي بيرموا عيالهم دول اتحاسبوا، مفيش واحده بعد كده هتخلف وترمي، مفيش. طيب بصوا كمان للطفل ده يا حبيبي. الطفل ده امه عايش مع امه في مصر، المهم ايه، جابته عايزاه يسرق، امه اللي عايزاه يسرق، جابته طنطا وعشان يبقى بعيد عنها، عشان ما يعرفش يرجع لها تاني، ورمته. الراجل يا حبيبي استضافه، بيقول له حبيبي انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ انا جاي لك مخصوص والناس كلمتني عنك. قال له ده امي رمتني هنا، كانت عايزاني اسرق، وانا لما ما رضيتش اسرق راحت جابتني هنا ورمتني. يعني الام دي مش المفروض تتحاسب؟ مش المفروض تتعاقب؟ مش بس علشان خاطر لان هو طفل صغير مش هيكذب، المفروض انت خلفتي راعي ابنك، مش تخليه يسرق او تجبريه انه يسرق. يعني انا بجاحه كده بصراحه ما شفتش. طيب بصوا كمان دول طفلتين صغيرين يا حبايبي، قاعدين بيبيعوا مناديل في الشارع، المهم واحد شافهم فبيقول لهم حبايبي تعالوا هنا، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ندى واحده فيهم وقال لها انا جعان. قالت له احنا بنبيع مناديل في الشارع. فهو عايز يشوف هل هم هيصعب عليهم. فراحوا قالوا له طب حاضر انت جعان. راحوا جابت البنت
الحلوه دي جابت 20 جنيه اللي هي مع صاحبتها اللي بتبيع معاها، وقالت له اتفضل بس ممكن تدينا من ال 20 جنيه دي 5 جنيه علشان خاطر نروح. قال لها يعني انتوا اديتوني كل اللي معاكم، ادوا له كل اللي معاهم. وعلى فكره هو قال لها لو انت بتكدبي او اي حاجه انا هعرف ده والناس هتعرف ده وهحط صورتك وبتاع ده في اخر اللقاء. يعني البنت ما بتكدبش. اتضح ان امها ما عرفش مسجونه او ابوها اللي مسجون، يعني انا ناسيه حد فيهم مسجون والاب ميت تقريبا، الاب ميت والام مسجونه، وهي اهلها رامينها كده في الشارع، ملهاش خلان ولا عم، وقاعده هي والطفله دي في الشارع، بيروحوا يناموا تحت بير سلم او يناموا تحت اي حاجه. يعني حاجه بصراحه تقطع القلب. طيب بصوا كمان الطفله ديت يا حبايبي اهلها ابوها متجوز غير امها، وهي كانت عايشه مع مرات ابوها هي واختها. المهم مرات الاب كرشتها بره، ما اعرفش شوفي 6 سنين ولا 7 سنين، مش واخده بالي. المهم رموها بره، واختها الثانيه الصغيره رموها من البلكونه. فالمهم انها ايه فضلت عايشه. فلما يأسوا ان هم يقتلوها ودوها الملجأ. فالمذيع لما استضاف او اللي هو بتاع السوشيال ميديا لما استضاف البنت ديت او شافها في الشارع، فبيقول لها حبيبتي انت ليه كده في الشارع؟ وقالت له رموني، وتصرخ وتعيط وتقول لهم عايزه اشوف اختي ودوها الملجأ، وهي رموها في الشارع. مين اللي يحاسب دول؟ مين اللي يحاسب الناس دي؟ مين اللي يحاسب الاب والام؟ الاب اللي رمى ابنه في الشارع او رمى بنته في الشارع بالطريقه دي. ايه ده؟ احنا بقينا فين؟ طيب مش هنخلص على كده، لا ده لسه في كتير. بصوا كمان البنت ديت اللي لابسه اصفر دي يا حبيبتي، دي بنت برضو اهلها كرشوها، رموها في الشارع كده متغطيه بهدومها، شايفين متغطيه بهدومها، بيقوموها ما بتقومش. قومي يا حبيبتي، عايزين يعني اللي هو عاوز يشوف حالتها مالها، عايز ياكلها، عايز يشربها، عايز يعني يوديها مكان تبات فيه. مش عارفه، البت بتصرخ وبتزعق وسيبوني زي ما يكون جات لها يا حبيبتي حاله نفسيه وطلعت تجري منه، وفي الاخر جابها. ومش عارفه يعني اعتقد بعض منهم لقوا له حل، معرفش مش كلهم. يعني نماذج زي كده كتير. بصوا كمان البنت ديت عندها عارفه 13 سنه، مش عارفه البيت بتاعهم فين. المهم ان هم راحوا اهل الخير كانوا جابوا لها اكل وجابوا لها لبس وايه، وبايته على الكنبه زي ما انتم شايفين كده في الشارع، وليها اخوات ومش عارفه الاخوات دول فين. يعني حالات كتير. انا نفسي بس اقول مين اللي مسؤول. يعني لو الحكومه ما تقدرش تكفي العدد ده كله، او في حتى لو في اماكن ليهم في دار رعايه او في مركز، فارجو اي حد ارجوك، دي حاجه هتبقى يعني لاولادك. لو لقيت طفل ماشي، لو لقيت طفل نايم في الشارع، او لقيت طفل مالوش مأوى، ارجوك اتصل له بمؤسسه انقاذ الانسان، اتصل له بدار رعايه، اتصل له باي حاجه ارجوك. ما تسيبهوش وتمشي وتمر عليه مرور الكرام. يعني لان ربنا هيحاسبنا على الاطفال اللي مرميه في الشارع، واحنا عدينا عليها كده ومشينا من غير حتى ما نحسن اليها. ارجوك لو شفت الطفل في الشارع اعمل اللازم، اتصل له باي مركز رعايه. وبقول للفنانين ربنا يزيدكم ويكرمكم، او لبعض رجال الاعمال او اللي بيجيبوا هدايا تفخروا بيها على الفيسبوك، ارجوكم لو تساعدوا الحكومه. لان انا متاكده ان الاطفال اللي مرميه في الشارع، لان مش دول بس، في ميات الاطفال اللي مرميه في الشارع اكتر بكتير من دول، ده في ياما. لو تساعدوا الحكومه وانكم انتوا تعملوا حتى بينكم وبين بعض، لو تلموا فلوس مع بعض، يعني ده لو امكانياتكم ما تسمحش، بس يعني كلنا عارفين ان امكانياتكم الحمد لله تسمح انكم تعملوا دار رعايه او دار للمسنين، يعني او ملجأ تلموا فيه الاطفال ديت، هيبقى كتر الف خيركم. هتبقوا بجد عملتوا حاجه مفيده لينا كمجتمع، وفي نفس الوقت خليتوا الناس هتبص لكم بنظره تانية بجد.